سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. مرحبا بكم في فيديو جديده، في افكار جديده. لا فيديو تاع اليوم راح ندير لكم سهره خفيفه، يعني ظريفه متواضعه جدا، اللي تقدروا ديروها في الايام العاديه. وثاني جبت لكم واحد العصير تاع القارص يهبل، بما انه موسم تاع القارص. هذا الوصفه راح تنفعكم بزاف، راح تحبوها نتوما، ما ولادكم راح يحبوها بزاف بزاف. الوغ اذا كنتي اول مره تدخلي لا فيديو ديري جيم، ديري لي ابوني ثانيك. يلا معايا نبداو الوصفه تاع اليوم. اول حاجه راح نبدا لكم بالوصفه تاع القارص، ومن بعد نروحوا للسهره كيفاش درتها. العصير هذا تاع القارص سهل ماهل، ما فيه حتى حاجه، مكونات كاينين في كل دار. جيبي قارص برك وروحي ديريه. هنايا انا خديت 2 حبات نتاع القارص، راح يديروا لكم كونتيتي ما شاء الله، يديروا لكم كونتيتي تاع اطره ولا اطره ونص. دونك هنا جيبي حبه تاع قارص، انا صرتها في العصاره هذه تاعي. مهم اديو منها غير العصير، ماذا بكم ما توشيوش هذاك الابيض، باسكو علاش هذاك الابيض راح يطلق لنا واحد المراره والعصير تاعكم يولي ماشي مليح. دونك يحكموا عصروهم كيما هكذا. فوالا كيما راكم تشوفوا هذا الكونتيتي اللي جاتني انا. ومن بعد واش ديروا، حطيها في طاس، اي طاس يكون عندك، المهم تاع العصائر كيما درت انا هنايا. فرغيها في الطاس تاعك وزيدي لها السكر. هنا دوكا السكر انا ما نقدرش نقول لكم شحال، باسكو كاين اللي يحبوا قليل، اللي يحبوا بزاف. انا هنا زيدي لها شويه تاع ماء، قيس نص كاس تاع الماء برك، ما تكثريش بزاف، نص كاس تاع الماء. ومن بعد زيدي لها السكر ديري كونتيتي اللي تشوفيها تي مناسبه. هنا درت نص الكميه فقط، والنص الاخر راح نزيدوه في من بعد في الخطوه الثانيه. هنا كيما راكم تشوفوا زيدوا السكر، باسكو تعرفوا باللي القارص يجي حامض بزاف. دوك هنا كاين اللي يحبوا العصير يجي حامض بزاف، كاين اللي يحبوه يجي نص حماضه. هنا جيبوا نعناع. هنا ماذا بكم النعناع يكون خضر، انا ماذا بكم يكون خضر باش يجيكم العصير يعني بنين اكثر. انا هنا ما كاش عندي النعناع خضر، استعملت النعناع اليابس. هذا العصير اسمه الموخيتو، مشهور يعني، الناس كامل تعرفوا، بصح كل واحد الطريقه نتاعو. المهم انا كاين اللي يحبوا يستعملوه بالقشره تاعو، بالقرص بالقشره، ويعصروهم كامل يرابيوهم. صراحه جربت هذيك الطريقه، جاني مر ما تقدروش تشربوه. المهم كيما هكذا كي تكملوا، انا حكمت درتو برك بالميكسور. اللي ما عندهش ميكسور تقدر ديروه في الروبو، سينو تقدروا تلوحوا هكا ورقات تاع نعناع كيما راهم. اللي ما عندها لا ميكسور لا روبو، لوحي الورقات تاع نعناع كيما راهم وغرقي عليه وخليهم برك يطلقوا الريحه تاعهم ويدي البنه تاعو. المهم بعد انا صفيته كيما راكم تشوفوا هنا في الطاس الاخر. الرغوه هذيك ودارها لي من الميكسور، كي تميكسيوه راح يدير لكم هذيك الرغوه. المهم بعد هنا برك عاودت درت شويه ما في الطاس برك، وعاودت فرغت الشي اللي بقى فوق الصفايه. ومن بعد نعاود نرجع هذاك الخليط تاعنا في الطاس. هنا بعد ما صفيته عاودت رجعته في الطاس كيما راكم تشوفوا. وهنايا راح نزيد له ثاني السكر. هنا هذه هي الدفعه ثانيه تاع السكر. زيدوا له السكر وذوقوا ذوك نتوما اللي تحبوا حلو ولا ناقص. المهم زدت له كونتيتي تاع ما نسيت نفيلمي لكم. المهم زدت له شويه تاع ماء، انا نحبو يجيني شويه قاصح، ما نحبوش يجيني غير ميه. دونك ما كثرتش بزاف الماء، نتوما تروحوا حتى الاطره ونص على حسابكم. وهذا هو العصير تاعي، راه واجد بنين يهبل، سورتو كي تحطوه في يبرد لكم غير هكا شويه، يجي اهبال بنا. خير ما تروحوا تشروا العصائر هذوك من برا ماشي صحيين. هنا عندكم كلش طبيعي وصحي 100%، مليح ليكم حتى هكا شغل. هو اصلا هذا المشروب مليح بزاف، سورتو على الصباح زعما اللي يحب يحرق الدهون صح. المهم هذا هو يجي بزاف بنين، جربوه مش حتى ندموا. ودوكا نروح لكم للسهره. بالنسبه لي كريب، الوصفه تاع لي كريب اللي تحبها تروح تشوف لي فيديو سابقين، انا كنت حطيت لكم الوصفه، يجوا بنان يهبلوا، ووصفه سهله خفيفه ما فيها والو. اذا تحبوا دوكم بعد نحط لكم الرابط تاع الوصفه في لي كومونتير في صندوق الوصف. مهم الوصفه هذه سهله خلاص، فيها شويه حليب وشويه بيض برك وتوما فريتوها. انا كنت درت لي كريب ما درتش بزاف، درت غير 2 حبات، قيسي وقيس الزوج برك. هذا السهرة يعني تقدروا ديروها في أيامكم العادية، تكسروا بها الروتين شوية، تبدلوا ماشي توجور نفس الروتين هكا. بدلوا شوية شوية ديكور هكا، ما نسي تبدلوا النفسية تاعكم. ديكوري هكا الدار حاجة سامبل خفيفة، شوية شموع شوية ورد. بدلوا الجو هكذا شوية. الواحد يكره من الروتين كي تدخلوا في الروتين كل يوم. تذكروا نتوما حاولوا كل مره تكسروا شويه الروتين هكا، اصلا مليحه في العلاقه الزوجيه، سورتو اللي جدد هكذا ما عندهمش ولاد، لازم توجور هاد اللمسات باش تكسروا الروتين.
انا هنا واش كان عندي، كانوا عندي حوايج سامبل ماشي حاجه بزاف. درت هنايا المندرينه تاعي ستفتها، درت كل واحد والطبسي تاعو هنايا، ودرت تشينه ثاني قصيتها هكاك غير دواور، كان عندي غير شوي شوي ماشي بزاف. ودرت ثاني البنان ديكوريتو كيما راكم تشوفوا. ومن بعد جبت باش نديكوري لي كريب تاعي، درت لهم شويه شوكولا غير هكا، كسرتها بيديا برك وحطيتها من فوق، باسكو تعرفوا لي كريب الشوكولا يتوالموا. حطي شيكولا اللي عندك، المهم يجو بزاف بنان، ديكوريت بها شويه. ومن بعد جبت ثاني شيكولا قصيتها شويه هكذا وحطيتها غير في الحواشي، مهم ديكور تاع خلط وجلط وصاي. ماشي حاجه كبيره ولا خي ماشي ضياف غير ليكم، مهم تبان يعني بلي حاجه هكذا شويه بريزونطابل، خير من انك تحكمي فيها كي تحطيها كيما راهي هكذاك في الطبسي. كي تقسميها كيما هكذا تحسيها اصلا تجيك سهله للماكله، تتشهي نفسك تفتح باش تحبي تاكليها. انا وحده من الناس ما عندي حاجه في الفاكهه، بصح كي نشوف يعني صراحة طبسي كيما هذا نتشهى ناكلها، ممسي يكونوا عندك ولادك تقدري ديرهم كيما هكذا. ومن بعد جبت شوية تاع شوكولاتة تغطيني هذيك برك، درت شوية هكا خطوط برك شوية من فوق هكا باش يجيني الديكور تاعهم شباب، باش نكاسي لي كولور كيما راكم تشوفوا. ومن بعد ديكوريت لي كريب تاعي، نسيت باه نصور لكم هذيك اللقطة، درتهم برك غير شوية فيرميسيل هذوك الملونين برك هذا مكان. وحطيت هذا الطباسة تاوعي درتهم في سنيوة باش نديهم، بعد حطيتهم فوق الميدان. صورت لكم غير اللقطات الاولين. وحطيت شويه مايز كنت انا ثاني خدمته في الدار، ثاني يجيكم بنين وصحي، خير ما تروحوا تشريوه من برا، برك شويه كبوب وهي فريت. وانا ثاني جبت شويه زريعه حطيتها، المهم بالشي اللي كان متوفر برك. وحطيت لهنا شويه هذيك الشوكولا ثاني حطيتها فوق لي كريب. وهذا ما كان كما راكم تشوفوا بزاف بسيطه وبزاف متواضعه. ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو تاع اليوم. اذا عجبكم ما تنساوش تحطوا لي جيم ورايكم في لي كومونتير، توجور يهمني. ومرحبا بكم دائما في القناه تاعكم همسات بنات مع لوليتا، ما تنساوش تدعموني. خليكم ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.